يعطيكم العافية. وصفتنا لليوم المقلوبة الفلسطينية على أصولها، ألذ وأطيب مقلوبة ممكن تدوقوها، وخصوصا لما تكون باللحمة. تابعوا الوصفة وتعالوا نشوف طريقة تحضيرها. قبل ما نبدأ بالوصفة ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي. أول خطوة معي هنا كيلو من اللحمة مغسولة ومقطعة مكعبات كبيرة، وهلأ راح نجهزها للسلق. بضيف الطنجرة على الغاز شوية زيت نباتي وبصلة مقطعة وورق غار ولومي وحبهان وقرن فلفل أخضر، بشوحهم شوية. بعدين بضيف اللحمة بشوحها مع البصل وعليها رشة فلفل أسود وبشوح. بعد هيك بغمرها بالمية لحد ما تتغطى تماما. بغطي عليها الطنجرة وبتركها تستوي، بدها تقريبا من ساعة لساعتين حسب نوع اللحمة. تمام. هلأ بجهز الخضار اللي بدي أضيفها للمقلوبة. معي تلات حبات بتنجان واتنين بندورة وتلاتة بطاطا واتنين بصل. طبعا كمية ونوع الخضار حسب الرغبة، ضيفوا أي خضار بتحبوه. هنا قطعت البطاطا حلقات لجهزها للقلي، وقطعت البتنجان برضو نفس الاشي، والبندورة والبصل بقطعه شرايح، وضفت انا كمان حبتين فليفلة شرايح قطعتهم. زي ما حكيت لكم ضيفوا اي خضار بتحبوه. هلأ ببلش اقلي البطاطا. وبعد ما تستوي بطلعها بالشكل هذا، وبقلي وراها البتنجان نفس الاشي بطلعه. واخر اشي بقلي البصل والفليفلة يتشوحوا شوية، وكله بنفس المقلى. تمام. وهيك بعد ما قليتهم كلهم بالشكل هذا. وهنا كنت ناقعة كيلو من الرز زي ما انتم شايفين. وبعد ما جهزت الخضار والرز، هلأ ببلش ارص الخضار بطنجرة غير لاصقة. وركزوا على خطوات ترتيب الخضار عشان تطلع معك قالب واحد وما تلزق بالطنجرة. اول اشي برص البندورة، وبعدها البطاطا، بعدين البتنجان، واخر اشي بوزع شرايح البصل والفليفلة، وبضيف اللحمة فوقهم بعد ما استوت. تمام. وبتبل الرز. انا بحب اتبل الرز قبل ما اضيفه على المقلوبة. بتبل الرز بملح وفلفل اسود وبهار وكركم وقرفة وكمون وشوية زيت نباتي، وبضيفه فوق اللحمة. بعد هيك ببدأ اوزع فوقه المرقة اللي سلقنا فيها اللحمة. بتغطي لفوق الرز بسنتي، ما تكتروا كتير مرقة لحتى ما يعجن الرز معك. وبهيك بحطها على الغاز على نار هادية، بغطي عليها لحد ما يستوي الرز. هيك بعد ما بلش الرز شوية يتشرب، بعد ما تستوي بطفي عليها وبتركها تهدى 5 دقايق، بعدين بقلبها. واذا اتبعتي هالخطوات بتطلع معك قالب واحد زي ما انتم شايفين، وما شاء الله طعم ولا اروع. راح تاكلي اطيب مقلوبة بحياتك. بزينها بفستق وبقدونس وشرايح ليمون، تزيين حسب الرغبة طبعا.
بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا اللايك وتعليق حلو منكم، الاشتراك بقناتي، وصحة وهنا.